في لغات البرمجة نوعين، نوع اسمه compiled languages ونوع اسمه scripted languages. والفرق بين الاتنين بسيط بس محوري في شوية استخدامات. احنا قلنا قبل كده ان في لغات لما بتكتب بيها الكمبيوتر بتاعك بيحولها الاول لحاجه اسمها ماشين كود، يعني بيترجم الاوامر اللي انت اديتها له في صوره كود دي لصفار ووحايد، لان زي ما قلنا ان الكمبيوتر ما بيفهمش غيرهم، وانت كمبرمج اكيد مش هتقعد تكتب له صفار ووحايد. وبالمناسبه هم فعلا زمان كانوا بيكتبوا الاوامر على شكل صفار ووحايد قبل ما يتم اختراع لغه السي. الكومبايلد لانجوج بقى هي لغه في الاساس بتعتمد على وجود كومبايلر او مترجم بيترجم الكود اللي انت اديتها لها دي في صوره ماشين كود او صفار ووحايد، بيترجم لك الكود اللي انت كتبته كله ويجمع لك الايرورز قبل اصلا التشغيل. لكن السكريبت اثناء ما انا مشغل البرنامج هو بيحاول يفسر سطر بسطر اللي انت كاتبه. الكود بتاعك مش بيترجم كله مره واحده، في انتربرتر او مفسر بيفسر اللي انت كتبته سطر بسطر، وده بيخلي السكريبت ابطا شويه في التنفيذ عن الكومبايل، لان الكومبايل انت مترجمه اوريدي مش محتاج لسه تفسره سطر بسطر. ولكن السكريبت استخداماته اوسع في الويب والابلكيشن بالذات بسبب ميزه تنفيذ الكود سطر بسطر اثناء التشغيل. مش احنا قلنا قبل كده في الحلقات الخاصه بالويب والابلكيشن ان جافا سكريبت هي اللغه الانسب عشان سهل قراءتها من البراوزر، واثناء ما اليوزر بيدخل حاجات للويب سايت الويب سايت بيتفاعل معاه؟ اهو انت بقى بسبب الميزه دي انت مش محتاج تحمل الصفحه اولا باول، اهو انت بتتصفح وانت بتشتغل على الابلكيشن بيتفاعل معاك ويابديت نفسه اول باول، نتيجه بقى ان الكود شغال سطر بسطر، مش لسه هتترجمه كله وترجع تشغله كله من اول وجديد، فبالتالي ترجع تحمل الصفحه من اول وجديد. ودي ميزه مهمه جدا جدا بتميز السكريبتد. لكن الكومبايلد مميزه في تطبيقات الامبيدد سيستم لسرعه تنفيذ الكود بتاعها عن السكريبتد، وتحديد الوقت اللي انا عايزه انفذ فيه الامر ده بسرعه وبسهوله. بالاضافه ان في تطبيقات الامبيدد انا بيبقى عندي مساحات ميموري صغيره جدا جدا في المايكرو تشيب، والكومبايلد لانجوج بتخليني اتحكم اكتر في مساحه التخزين. ولو انت فاكر قلت لك في حلقه الامبيدد ان السي لغه قريبه جدا جدا من الهاردوير، وبتخليني اقدر اعمل اكسس بسهوله جدا للميموري عن طريق حاجه اسمها بوينترز، وده بقى اللي بيميزها عن السكريبتد. فبس كده، دي كانت معلومه في السريع كده، واستنوني باذن الله في الريلز الجايه عن حاجات اكتر عن البرمجه. ولو عندك اي سؤال او استفسار قولي تحت في الكومنتات وباذن الله هرد عليك. وبس كده، اشوفك باذن الله في الريل جاي. سلام عليكم.